من زمان وأنا عندي هوس بالتسجيلات القديمة، أشرطة الكاسيت بتاعت زمان قبل ما الدنيا تبقى كلها ديجيتال. كنت دايماً ألف في أسواق الروبابيكيا وأدور على أي شريط نادر أو غريب، وبرغم إنه كلهم حفظوا وشي عمري ما شفت شريط أغرب من اللي لقيته اليوم ده. كان شريط كاسيت لونه أسود معفن ومكتوب عليه بجف باهت: ما يتسمعش وإنت لوحدك. ضحكت وقتها، افتكرت البياع بيحاول يعمل فيلم رعب عشان يخليني اشتريه، بس أنا أصلاً غاوي الحاجات دي فخدته وأنا مبسوط. رجعت البيت بالليل، دخلت أوضتي، نورت لمبة خافتة وفتحت الكاسيت القديم بتاعي، دوست بلاي وبدأ الصوت. ولا كان موسيقى ولا حد بيحكي ولا أي حاجة مفهومة، كان نفس، حد بيتنفس قريب جدا من المايك، نفس تقيل كأن حد بيجري من حاجة، وبعدها همسات مش واضحة. قربت وداني أكتر وحسيت الهمس بيتحول لكلام، كلام واضح بيقول: ارجع، ارجع قبل ما يفتح، قبل ما يحس بيك. جسمي اتكهرب، قمت بسرعة وقفت الشريط وقلت أكيد حد مسجل مقلب ولا حاجة. قمت عشان أنام، بس وأنا واقف لاحظت حاجة مرعبة: الكاسيت اشتغل لوحده. رجعت أجري عليه، الشريط لسه بيلف والصوت أعلى والنفس أوضح، وكأنه مش طالع من الكاسيت، طالع من الأوضة نفسها. وقفت الشريط تاني وبرضه من غير ما ألمسه اشتغل لوحده. المرة دي طلع صوت حد بيعيط وبيصرخ، وصوت راجل بيقول: هو خرج، هو خرج من الشريط، اقفله، اقفله قبل ما يشوفك. ساعتها لمحت حركة في ركن الأوضة، حاجة واقفة ورا الكرسي، وباب الأوضة مفتوح مع إنه عمره ما بيتفتح لوحده. الكاسيت على المكتب شغال وصوته بيقول: هو وراك، ما تلفش، لو بصيت هيتبعك وهيفضل يسمع نفسك لحد ما ياخده منك. قلبي وقع مكانه وحسيت بنفس سخن، سخن جدا على رقبتي. اتجمدت، ولما حاولت أجلي الكاسيت وقف، الصوت اختفى، اللمبة نورت أكتر والأوضة رجعت طبيعية. قعدت على الأرض مش فاهم إيه اللي حصل، وبعد حوالي 10 دقايق جالي إشعار على الموبايل، ملف صوتي من رقم مجهول، اسمه نفسك الأخير. إيديا كانت بترعش وأنا بفتحه، شغلته. ما كانش فيه موسيقى ولا كلام، كان أنا وأنا واقف في الأوضة من شوية، ساكت، مستني، متجمد، وصوت حد بيتنفس ورايا، نفس تقيل، ونفسي أنا رايح جاي. وفي آخر ثانيتين سمعت الصوت اللي مستحيل أنساه: دورك جه، أنا سامعك وهجيلك من أول ما تضغط بلاي. والشريط اختفى، والكاسيت لحد النهاردة بيشتغل لوحده كل يوم الساعة 3 الفجر، وأنا لسه بسمع نفس مش بتاعي، مستني اللحظة اللي أغلط فيها وسمع الشريط مرة تانية.